طب هل الرجاله بتخون؟ طيب هل دي حاجه جديده؟ لا. هل معنى كده ان الرجاله بس اللي بتخون؟ ما لو الرجاله بس هي اللي بتخون يبقى هم استغفر الله العظيم رجاله مع بعض، او استغفر الله العظيم في كل الاحوال يعني، بس اللي هو مش رجاله مع بعض، الرجاله دي بتخون مع ستات. طب يا ترى ليه الرجاله سمعتهم اوحش من الستات؟ الاحصائيات بتقول ان الرجاله بتخون ضعف عدد الستات، زائد ان الرجاله بتتقفش اكتر. في مشكله ان الرجاله عندهم تخيل ان هم اذكى من الستات، مع ان الدراسات اثبتت ان الستات بتركز في التفاصيل اكتر من الرجاله، ولو عايزين يكذبوا هيكذبوا احسن من الرجاله. فالنتيجه ايه؟ الراجل في دماغه بيقول هو كله سكم بكمم وانا عامل حاجه محبوكه وما تخرش الميه، وتلاقيه محتفظ بمتعلقات شخصيه من عشيقته وحاططهم في العربيه. بس على الله ما حدش ينخرب ورانا. ايه ده وفي حد هينخرب ورانا؟ لا الرجاله مغفلين. بس عارف من اكتر الاسباب الشائعه ان البنت اللي بيكون بيخون معاها مراته او حبيبته هي اللي بتروح تقول وحرص يا محرص. وبرضه الرجاله بتتقفش عشان دايره الاف بي اي اللي الستات عاملينها مع بعض. الستات بتحب توجب مع بعض وكلهم بيتكلموا ومن توك حتى لو لغات مختلفه بلغه العيون. هو شبكة معلوماتية مغطية العالم زي الشاسيه بتاع العربية كده، هم شايليننا احنا بمعلوماتنا بكل حاجة عملناها متسجلة. لو اعتبرنا ان كريم بيحاول يظبط منا صاحبة ميرنا صاحبة لوجي مرات خالد صاحب كريم اللي تعرف مرات كريم وهتقول لمرات كريم. ففكك من منا يا كريم، مراتك عرفت. ومراتك ما عرفتش من لوجي بس، مراتك عرفت من اول ما ابتديت تحور زي امك كده. اول ما بتيجي تحور على امك بتقفشك، مراتك قفشاك. وبعدين احنا بيبان علينا قوي يعني، عارف الراجل وهو بيلف وبيدور كذاب مغرور قال مش بيحبنا. في بعض الرجاله بتتقفش عشان هم مش مهتمين اصلا ان هم يخبوا. هو عنده احساس بالاستحقاقيه، هو مقتنع ايه انا راجل في ايه يا معلم. مش معنى ان المجتمع هيفوت لك شويه ان المدام هتفوت لك، بنسبه كبيره مش هتفوت لك. من الاخر ايا كان نوع الراجل وكانت نوع الخيانه اللي هو بيدور عليها، فهو بيبقى سؤال بسيط في الاخر: هل شويه الانبساط اللي هتروح تنبسطهم يستاهلوا كميه العناء اللي هتسببه ليك ولعيلتك وللناس اللي بتحبك؟ الاجابه لا. اوقات الانبساط بتبقى قليله اخلص، لكن التوابع بتفضل سنين. هتقول لك فاكر في 2008 لما خنتني؟ وليه؟ موضوع شائك قوي.